السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في قناتي، منوريني يا أحلى متابعين في الدنيا. أول ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما ننساش نصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. تاني حاجة زي ما بطلب منكم فضلا وليس أمرا، كل فيديو تدعو لزوجي بالرحمة والمغفرة ويجمعني بيه ربنا بإذن الله في جنة الفردوس إن شاء الله، ويجمعنا بكل حبايبنا اللي فرقوا الحياة وسابونا في الدنيا كده لوحدنا. فبندعي ربنا كده ان ربنا يتقبلهم كده من الصالحين ان شاء الله، ويجمعنا بيهم في جنة الخلد ان شاء الله. طبعا هنبدأ الفيديو بتاعنا على طول كده من غير، وهنرغي شوية كده في أثناء الفيديو. طبعا احنا عارفين كلنا ان الدنيا كلها يعني بتتكلم عن غلاء الأسعار ما بقتش بترفع بصورة طبيعية. الأسعار بقت بترفع بشكل جنوني، فطبعا كل ست بيت مطلوب منها انها تظبط ميزانية بيتها، وان هي كمان ما يأثرش الموضوع دوت على اكل الاولاد ولا على الغذاء بتاعهم، لان طبعا احنا عارفين ان الاولاد برضو بيبذلوا مجهود في الدراسة وكده، فما ينفعش ان احنا بنعمل زي الناس اللي بتقول نقاطع الفراخ ونقاطع اللحمة ونقاطع معرفش ايه. الواحد لو هيقطع يبقى يضرب عن الطعام اصلا، يعني مش هيقطع حاجة معينة، عشان خاطر كل حاجة بترفع اساسا، وبترفع يعني بشكل جنوني. مش مثلا كل اسبوع حاجة ولا كل اسبوعين، لا، دي كل يوم بنروح نشتري الحاجة بسعر. تعالوا نبدأ مع بعض الوصفة بتاعتنا النهاردة، وهنتكلم برضو على مدار الفيديو ان شاء الله. النهاردة انا قررت بقى، قلت ايه اعمل تغيير كده في الاكل. فعندي صدر فرخة صغير كده، انا كنت متبلاه بتتبيلة كده وشايلاه في التلاجة، وبعد كده رحت ايه قلت له بقى تعالى ايه تجيه وقتك بقى. حبيت ان انا اعمل الاولاد وجبة تكون مغذية وفي نفس الوقت شاملة كل العناصر الغذائية. حطينا جبت اللي هو ربع الفرخة دوت اللي هو يعتبر صدر الفرخة، وحطيت معايا في الكبة هنا حاجات يمكن اول مرة تشوفوها على اليوتيوب، بس جميلة جدا. حطيت فيها 3 4 بصلات كده كبار، حلوين كده، وحطيت معاهم 4 فصوص توم، وحطيت معاهم 2 حبة طماطم وكبار، وحطيت معاهم يعني اللي هو البصل الاخضر. كان عندي بصل اخضر جميل كده، في الصراحه استخسرته، قلت والله لا استعمله في الوصفه بتاع النهارده، هيدي رحم يعني طعم كده، وكمان ريحه كده حلوه للاكل. لان البصل طبعا احنا عارفين فوائده الكتيره، والاولاد طبعا ما بيرضوش ياكلوها لوحدها كده، فقلت ادخلها في وسط الايه الوصفه بتاعت النهارده. حطيته طبعا وفرمته في الكبه مع الحاجات دي كلها، البصل والطماطم، وحطيت معاهم فلفل اخضر، وحطيت معاهم كمان الثوم والبصل الاخضر، وبعد كده صفيتهم بالمصفى زي ما انتم شايفين. اخدت التفل بتاعهم اللي هو طلع دوت في الطبق البلاستيك ده، اللي انا هحط عليه بقى الفراخ، وهحط عليه بقية المكونات. تعالوا هنا بقى معايا جزراية كبيرة او جزرتين زي ما انتي حابة برضو. الحاجات دي خلي بالكم بتضاعف الكمية بشكل غير عادي. ومعايا 3 بطاطسات صغيرين كده برضو كانوا موجودين عندي، رحت مقشراهم، قلت والله لفرمهم مع الخلطة دي برضو. ومعايا شوية بقدونس كده صغيرين، برضو بيدي ريحة وطعم حلو قوي، وكمان بيرفع من القيمة الغذائية للأكل اللي احنا بناكله. واحلى حاجة طبعا انتوا عارفين في الشتاء الخضار، احلى حاجة الخضار. فقلت ازود الكمية بان انا ايه احط الحاجات دي اللي هو مثلا البطاطس والجزر والحاجات دي كلها، بترفع من القيمة الغذائية، وكمان كمان هتضعف لي الكمية، تعمل لي كمية كويسة قوي من صدور الفراخ اللي انا بستعملها. زي ما انتوا شايفين بدأت ان انا احط الحاجات دي في الكبة، اللي هي البطاطس والجزر واللي هو البقدونس، وكمان معاها البطاطس، قلت البطاطس والحاجات دي حطيتها في الكبة، وهقطع بقى الفراخ قطع صغيرة. الفراخ دي انا اصلا كنت متبلاها على اساس ان انا اقطعها مثلا شرايح واعملها بانيه او ستريبس، بس سألت الاولاد فقالوا لي لا، احنا عايزين ايه حاجة غير كده يعني. ففكرت بقى وقلت ايه يلا اعمل لهم الاكلة دي بسرعة كده ومش هتاخد معايا وقت.
زي ما انتوا شايفين انا قطعت الفراخ لمكعبات صغيرة. حطيت معاهم شوية من الملح وشوية من الملح اللي هو الصيني اللي احنا بنقول عليه اللي هو سكر الشوربة، وشوية كاري، معلقة كده صغيرة من الكاري. وكمان انا مش هزود التوابل للدرجة، ومعلقة صغيرة من الشطة عشان خاطر انا كنت حاطة قبل كده متبلة اصلا الفراخ قبل كده. وحطيت برضو كزبرة وكمون وشوية من الفلفل الاسود. وحطيت طبعا ممكن لو عندك توابل فراخ ممكن تحطيها برضو، ومعايا شوية من الفلفل الاسود. وحطيت ملح برضو عشان خاطر الملح، يعني بظبط الملح بتاعي لان وحطيت طبعا شوية جنزبيل وشوية توم بودرة، حاجات بسيطة كده، معلقة صغيرة من كل حاجة. وهنا بقى بحط الملح لان انا كنت مملحة اصلا الفراخ من قبل كده، فما حبيتش ان انا ازود الملح يعني عشان ايه الملح ما يزيدش معايا للدرجة. وحطيت طبعا شوية من السكر الشوربة اللي انا قلت لكم عليه قبل كده في الفيديوهات بتاعتي، ده طعمه جميل جدا وبيحل محل مرقة الدجاج على فكرة. ويا ريت ان احنا نبعد عن الحاجات المصنعة. يعني لو تاخدوا بالكم انا كل الحاجات اللي حطاها في الوصفة حاجات كلها طبيعية، حاجات كلها ما فيهاش منها اي ضرر. ما بحبش انا المكعبات مرقة الدجاج استعملها، يعني بحب استغنى عن الحاجات المصنعة بحاجات اصلا طبيعية. زي ما انتوا شايفين بقى بفرم الفراخ فرم حلو جدا في الكبة، ولحد ما تنعم جدا هي وكل المكونات، هي والبصل وهي والبطاطس والجزر والحاجات كلها اللي كانت باقية معايا والبقدونس والحاجات اللي انا ما كنتش فرمتها في الاول. طبعا انا كنت فرمه الاول الفلفل والبصل والطماطم والثوم، كل الحاجات دي خدت المية بتاعتها. وبعد كده حطيت التفل زي ما انتوا شايفين في الطبق البلاستيك، وهستعمل وفرمت بقية الحاجات زي ما انتوا شايفين. عاوزة اقول لكم على حاجة، يعني في بيوتنا دايما يعني ايه مش على طول بتعرفي مثلا، عمر الناس ما هتقدر ان هي تكمل مثلا الاسبوع او الشهر تفضل لحمة وفراخ ويوم مش عارفة ولحوم وفراخ والكلام ده، لا مش هينفع. لان احنا اولا كله بيعاني من الارتفاع في الاسعار، وكل واحدة بيبقى عندها التزامات تانية غير الاكل والشرب طبعا، ومش عايزة في نفس الوقت تأثر على الأولاد وعلى أكلهم وعلى الغذاء بتاعهم. فبنضطر إن احنا يعني على قد ما بنقدر بنوفر على قد ما نقدر. طيب هو مثلا الفرخة أنا هجيب صدر مثلا فراخ لوحدي؟ لأ، ده احنا لو جبنا كيلو البانيه، كيلو البانيه دلوقتي معدي 100 جنيه، يعني الكيلو بس معدي 100 جنيه، بيعملوا حوالي تقريبا 120 جنيه ولا 130 جنيه دلوقتي كيلو البانيه. فانا مثلا بجيب فرخه او فرختين اللي هم هستعملهم مثلا، يعني على حسب الاكلات اللي انا هعملها على مدار الشهر. بروح جايبه مثلا فرختين واروح واخده منهم صدر مثلا فرخه او ربع فرخه كده، واعمل منه انا اقطعه بانيه او اقطعه ستريبس او اقطعه مثلا عشان افرمه. ولو عوزت فراخ تاني ممكن ان انا اجيب ايه كمالة الشهر بقى. بس يعني دي بتتحط احتياطي، ويوم تكوني تعبانة فيه، يوم تكوني مش قادرة تعملي اكل، يوم مثلا عايزة تعملي تغيير في الأكل، يوم مثلا عايزة تعملي حاجات سريعة كده، مش يعني مشغولة عندك مشوار، عندك حاجات بتعملها في البيت وعايزة تعملي أكلة سريعة، ما فيش أسهل من الأكلة دي الصراحة. طبعا زي ما انتوا شايفين انا حطيت كل حاجة في الطبق البلاستيك ده، وعملت بعد ما فرمت الفراخ ضربت كله مع بعض. تخيلوا بقى الوصفة دي، يعني كانت صدر فرخة قد كده ما شاء الله، عمل معايا تقريبا اكتر من كيلو. يعني الفرخة اللي كانت ربع بس كانت عملت معايا خليط يجي كيلو من اللي حطيت، لما حطيت بقى البصل والجزر والطماطم والثوم والحاجات دي كلها، فضعفت معايا الكمية ما شاء الله، كمية محترمة. طب هنعمل ايه بالخليط دوت؟ ممكن تعملي بالخليط دوت كفتة، ممكن تعملي بيه مثلا تعملي بيه اي مثلا برجر فراخ. لكن انا هعمل بيه النهاردة الحواوشي، بس حواوشي بالفراخ. والله يا جماعة من غير مبالغة الحواوشي ده طلع عالمي، طعمه كان تحفة تحفة، وريحته كانت قلب البيت. وكان العيال اللي عندي
عجبهم قوي اللي هو الحواوشي ده. ويمكن كمان تحس بطعمه كده يمكن احسن من اللي هو اللحمة. طبعا اللحمة احنا هنجيب الكيلو مثلا ب220 دلوقتي ولا 200 جنيه، ونقعد نعمل فيه حواوشي لحمة وبتاع. فالصراحة يعني ايه، يعني الموضوع ده عايز دراسة شوية. لكن احنا ايه بنقول ان الفراخ يعني على قد ما نقدر برضو ايه بنعرف ننوع فيها شوية. إيه، وبنعرف ان احنا نستخدم مثلا جزء منها في كذا وصفة يعني. فقلت هو تغيير ان احنا نعمل وننوع كده ونزود كمان بالخليط بتاعها عشان ترمي معايا كمية محترمة. طبعا زي ما انتوا شايفين انا جبت بقى العيش البلدي بتاعنا، وحطيت فيه اللي هو الخليط من اللي هو اللحمة المفرومة او اللي هي الفراخ المفرومة دي. وحطيت على الطبق اللي هو فيه اللي هو المية بتاعة البصل والحاجات اللي احنا ضربناها في الاول خالص في الكبة. حطيت عليها شوية من السمنة السايحة، معلقتين سمنة كده سايحين، او شوية من الزيت لو ما عندكيش سمنة ومش عايزة تكلفي يعني الموضوع، ممكن تحطي عليها شوية من الزيت. وبعد كده تقلبهم كويس. طبعا زي ما انتوا شايفين هو الخليط تحس ان هو متجانس قوي، لان انا خففته بشوية مية بسيطة جدا عشان خاطر يدي للعيش يبقى طري كده على اسنان الاطفال، وكمان ما يعملش ما يبقاش ناشف قوي يعني ما ينشفش مني. زي ما انتوا شايفين طبعا انا حشيت كل الكمية، عملوا معايا تقريبا 8 أرغفة من العيش. 8 يعني تخيلوا بقى لربع فرخة عمل 8 أرغفة حواوشي، وما شاء الله يعني كله كل وشبع وفاض منهم كمان لتاني يوم. وفاض حتة فراخ كمان انا كانت مفرومة بالخليط بتاعها، سبتها زي ما هي كده، قلت استعملها في اي حاجة تاني. فما شاء الله عطاني كمية محترمة قوي. فزي ما انتوا شايفين حطيته طبعا في الجريل، انا بسوي الحواوشي في الجريل وبسوي برضو شوية في الفرن. بعد ما دهنت كل الرغيف من وش والظهر زي ما انتوا شايفين. وعلى فكرة في ناس سألتني قالت لي ان هو بيستوي في الجريل، قلت لهم ايوه ده فعلا والله بيستوي وبيبقى طري جدا والقرمشة بتاعته حلوة. بعد ما بديله تحميرة على الوش ده وعلى الوش ده بقفل عليه 5 دقايق كده عشان يضطر ويبقى ما يبقاش ناشف. زي ما انتوا شايفين طلع ما شاء الله جميل جدا. وعلى فكرة الاولاد حبوا اللي اتعمل. زي ما انتوا شايفين قطع الفراخ جوه متماسكة مش مفرولة ولا حاجة، كلها متجانسة. شايفين شكل الرغيف ما شاء الله. والله كان نفسي ان انتوا تدوقوه، بس ما تنسوش بعد ما تجربوا تدعوا لي. طبعا قدمته جنب سلطة الطحينة، وكمان جنبها شوية مخلل لفت كده كله من البيت، مفيش حاجة شاريناها من بره، وكلها حاجات موجودة في البيت. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم وبألف هنا وشفا. وزي ما انتوا شايفين الحواوشي جميل جدا 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 وطعمه عالمي. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم بعد ما تجربوه. وبألف هنا وشفا، وربنا كده يا رب يرفع عنا البلاء والغلاء يا رب كده إن شاء الله، ويجعل بيوتنا كلها عامرة بالخير وبالبركة يا رب اللهم آمين. ويطرح البركة كده في أولادكم وفي أرزاقكم اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.